بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. دايما بنسأل نفسنا ليه بنقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ قراءتها ما بتعيدش بناؤه ولا حاجة، ولا ليها أي ارتباط بالسور أصلا. دي كلها أحاديث مغلوطة وملهاش أصل من الصحة، ومعتقدات كلنا طلعنا عليها، لكن في الحقيقة ملهاش سند، لأن ربنا حسم لنا أمر السور في الآية رقم 98 في سورة الكهف